السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. طبعا احنا لسه مكملين مع بعض بقى فطار رمضان. فطارنا النهاردة كان بسيط وجميل جدا بصراحة. عملت مسقعة عادية جدا وعملت شكشوكة. عندي ابني ما بياكلش مسقعة، فقلت له خلاص، قال لي اعملي لي شكشوكة فعمل. طبعا المسقعة زي ما انتوا شايفينها طبعا وعارفين، وكلنا ستات بيوت شاطرين واكيد طبعا بنعرف نعمل مسقعة. بس انا ابتديت ان انا من ساعة الزيت ما غلي بقطع البطاطس مكعبات والبتنجان مكعبات، بياخد كمية اكتر في الطاسة، وفي نفس الوقت مش بياخد زيت كتير خالص خالص خالص. بقطع الفلفل والبتنجان والبطاطس كله مكعبات، كله قطع صغيرة، وبحمرها. بياخد كمية كتير في الطاسة، وفي نفس الوقت مش بياخد زيت كتير. آه، فاحنا كده مش بنستهلك زيت كتير. جربوا طريقة التقطيع دي وانتوا هتعرفوا فعلا ان احنا مش بناخد زيت كتير، غير لما بتكون كل حاجة كبيرة وبنقطعها اللي هي التقطيعة العادية بتاعتنا. طبعا ده كان شكل الفطار بتاعنا النهارده. ودي كانت بقية الصينية. طبعا لو فاض طبعا بكرة، يعني لو فاض النهاردة فطبيعي ان احنا بكرة هناكل نفس الاكل. لان طبعا الوقت ما بقاش مستحمل ان احنا طول الوقت بنعمل لحمة او فراخ. زي ما بنقول كده، الجودة بالموجودة. عايزة اقول لكم ان انا من اول رمضان اول مرة احس ان انا فعلا حقيقي اكلت حاجة. حقيقي بجد عمالة اكل من اول رمضان حاجات كلها اللي هو معلقة وخلاص، معلقة وخلاص. بس حقيقي حسيت ان الواحد يعني ايه، محتاج بقى يفصل شوية. هو الفطار كان حلو وكان جميل جدا ويا رب الفيديو او الفكرة تكون عجبتكم. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة.